كان للشباب نصيب من جهود الدولة، حيث تضعهم الدولة في أولويات اهتمامها كونهم طاقة الحاضر وأمل المستقبل، حيث تم تكليف الوزراء والمحافظين بتعيين مساعدين لهم من الشباب، كما كان لهم تمثيلا كبيرا في تشكيل المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية. وجاء الإعلان عن العام 2016 عاما للشباب، لتبدأ الدولة في تنفيذ مشروعا قوميا لتمويل مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليار جنيه. وتأتي خطة تطوير مراكز الشباب والتي تسير بمعدلات هائلة كخطوة أخرى في إطار جهود الدولة لرعاية الشباب. ولإدراكنا بأن هذا الوطن يتسع للجميع ولليقين بأن احتواء الشباب ضرورة، فقد استخدمت سلطاتي الدستورية في إصدار العفو عن مجموعات من الشباب الصادر بحقهم أحكاما بالحبس، والذين أتمنى أن تتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدمجهم في المسيرة الوطنية.